مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي، إرث كبير وكذلك قد تكون ضغوطات كبيرة بعد وليد الركراكي رابع العالم في المونديال السابق. إرث ثقيل، وأتصور على أنه احنا نقف على بعد 3 أشهر من بداية كأس العالم، والمغرب يستدعى إلى إيجاد بديل لوليد الركراكي الذي أبى إلا أن ينصرف، لأنه ضغوطات كثيرة عليه، ما كان عنده القدرة لكي يقود المنتخب المغربي في ثاني مونديال. كان سينفرد بهذا الرقم، يكون المغربي الأول الذي يقود المنتخب الوطني في مونديالين متتاليين. إذن أفضل من كان ممكن أن يتحمل هذا الإرث وهذه المسؤولية هو محمد وهبي. محمد وهبي من الجيل الجديد من المدربين الشباب، هو ترى أصغر مدرب يدرب منتخب عربي في كأس العالم. هذه أول معلومة. المعلومة الثانية أنه يصل إلى كأس العالم وقد اجتاز اختبار عالمي بقيمة كأس العالم للشباب أقل من 20 سنة، واجه مدارس برازيلية، فرنسية، إسبانية، كوريا الجنوبية وما إلى ذلك. حتى الأسلوب مناسب، شاهدنا أسلوبه والمباراة أمام النرويج. يعني يقولون في كرة القدم هناك أسلوب هجين. الأسلوب الهجين هو أن المدرب الذي يستطيع أنه يعمل لك أساليب متعددة في المباراة الواحدة. وهبي عنده هذه القدرة، فلذلك منتظر أنه أمام كل المنافسين يلعب أساليب متعددة في المباراة الواحدة. مدرب وطني آخر لكن مع النشامة، جمال السلامي. جمال السلامي وكذلك مدرب مميز مع تاريخ جديد للنشامة، مع مجموعة صعبة. يكفي أنه قاد المنتخب الأردني ليتأهل بشكل مباشر في مجموعات قوية، أن يتأهل مع القوى التقليدية لكرة القدم الآسيوية، كوريا الجنوبية مع إيران، مع أيضا منتخب اليابان. استطاع أنه يعبر بهذا المنتخب ويحقق إنجاز تاريخي لأول مرة. جمال السلامي أنا بعرفه كثير، شخصية رائعة جدا. هو أيضا جرب كأس العالم كلاعب مع صديقنا يوسف شيبو، لأنه لعب معه في كأس العالم 1998 بفرنسا. اليوم يخوض تجربة كمدرب بأسلحة تكتيكية متطورة جدا. أتصور على أنه غادي يصنع مع النشامة إن شاء الله لحظات جميلة في مونديال 2026. هذا ما نتمنى التوفيق لجمال سلامي ولجميع الثمان مدربين لمنتخباتنا العربية في مشاركة تاريخية عربية في هذا المونديال. حسام حسن كذلك في مسؤولية كبيرة، يملك النجوم في مجموعة طبعا قد تكون في المتناول. رأيك في طبعا الجهاز الفني لحسام وجميع من هم في هذا الجهاز؟ حسام حسن طبعا أمام أهم اختبار في مشواره كمدرب، أهم وأصعب اختبار، وإن شاء الله أنا أثق كثيرا في حسام حسن. بس أنا عشان أقيم حسام قبل انطلاقة كأس العالم، بشوف حسام تولى المسؤولية يعني تقريبا قبل عامين في 2024. كان أمامه اختبارين مهمين جدا. الاختبار الأول اللي هو التأهل لنهايات كأس العالم، وحقق هذا الاختبار بمستويات جيدة وبنتائج متميزة. الاختبار الثاني كان المشاركة في أفريقيا. التارجت أو الهدف اللي كان محدده له الاتحاد اللي هو الوصول للمربع الذهبي، وقد كان. إذن فكل الاختبارات اللي خاضها حسام حسن حتى الآن نجح فيها بدرجة جيدة جدا. اي بس انا اذكر حديثك في افريقيا كانت عندك مخاوف. لا، المخاوف ما زالت قبل انطلاق كاس العالم ولا لا ما كانتش قادر؟ ما كانتش مخاوف، كانت بعض الانتقادات لبعض القرارات في بعض المباريات، بنتكلم في تفاصيل. انما في المجمل يبقى حسام حسن كقيمه يعني فنيه. انتقادات خلاص عالجها، انتقادات بيعالجها، ولو رجع للاخطاء تاني هننتقده تاني. هي نفس القصه، ان عادوا سنعود، فهي القصه. انما حسام في المجمل مدرب جيد. وانا على فكره انا بشوف حاليا في الفتره الاخيره في اخر عامين افضل نسخه من حسام حسن، المدرب الهادئ المتزن اللي بيتعامل مع الامور بكل رصانه. احنا عندنا ميزه كمان اضافيه في منتخب مصر، ان احنا عندنا 2 مدربين. احنا عندنا حسام حسن وابراهيم حسن، كلاهما لديهما يعني حسام حسن صحيح منصبه في الفريق. ايه رايك يقول لك المركب اللي لها رئيسين ممكن تغلب؟ لا، لما رئيسين يكونوا متفاهمين توأم. لا ده على طول قال لك رئيسين. هذا ما نتمنى. هم طول عمرهم مع بعض، عمرهم ما اختلفوا مع بعض. نجاحاتهم كتيره جدا سواء مع الانديه او مع المنتخب، بس وجهات النظر ابراهيم حسن مع المدافعين، حسام حسن مع المهاجمين بيقوموا بدور. ومين حيكون مع صبري لموشي مع نسور قرطاج في مهمه ليست سهله. نعم، مهمه صعبه. صبري لموشي لم ياخذ الوقت الكافي لتدريب المنتخب التونسي، يعني ما خذش الوقت الكافي، ما خاضش معاه منافسات كبيره، ما خاضش معاه احداث رياضيه كبيره، يعني مثل كاس افريقيا وكاس العرب وكاس العالم. هذه يعني بعض الاشهر
بعض المباريات اللي خاضها لا يملك فريق كبير، لا يملك مواهب كبيرة في المنتخب التونسي. المنتخب التونسي يعتمد على المجموعة. النتائج الأخيرة في المباريات الودية أثارت بعض الشكوك لدى الجماهير، لكن المنتخب التونسي اللي عودنا أنه يعرف يلقى نفسه في المواعيد الكبرى وخاصة بالتحام المجموعة قادر أنه يمشي بعيد في هذه التظاهرة. إن شاء الله يا رب هذا ما نأملوه. لكن تبقى المجموعة تاع المنتخب التونسي هي مجموعة صعبة في المونديال، بصراحة واحدة من أصعب المجموعات. وإن شاء الله أنهم قادرين التوانسة بالعزيمة والإصرار. الجرينتا شافها امبارح الجرينتا. شفنا دونس مع الأخضر السعودي. دونس مع الأخضر السعودي مدرب خبير، خبرة طويلة في الكرة السعودية، مدرب عنده استراتيجيات كثيرة يقدمها في تونس إلى درجة أنه جعل من نادي الخليج فريق دائما مهدد بالهبوط إلى فريق صعد فيه بمستويات عالية. طبعا المعرفة التامة بالكرة السعودية هي ما جعلته مدرب للمنتخب السعودي في الفترة العصيبة اللي صارت بعد المدرب رينار. أنا اللي أعرفه عن دونس أنه فيه ميزة يعني ميزة تحدثوا عنها بعض الأخوان اللاعبين، أنه عنده سيطرة تامة على غرفة الملابس. وهذه من النقاط المهمة. يعني دائما يقول لك غرفة الملابس تلقى اللاعب اللي زعلان ولا لاعب. ودرب 4 أندية سعودية، درب الهلال والوحدة والفتح والخليج. نعم دربهم، درب الفرق، يعرف اللاعب السعودي، يعرف قيمته. جانب مهم في أدونيس انك ما تشوف له استراتيجيه معينه في لعب كره القدم، يعني خلاص انا مدرب العب لي بالطريقه الدفاعيه المعينه، لا، تجده متغير، يعطي. حتى شفناها في المباريات الوديه التجريبيه انه حسب الحاجه يلعب، وهذه ميزه انا ارى فيها انها شيء طيب. اضيف شيء للزميل مساعد مساعد عشان اول انا شفت مباراه الوديه للمنتخب السعودي امام منتخب السنغال. اعجبني كثير المنتخب السعودي، ممتاز. اظهرت الى اي حد ان دونيس مدرب لا يتفلسف. صح، خلاص انا اعلن الصداقه معه. تعلن الصداقه بعد خلاص انا برجع تعادت العلاقات. لوبوتيغي مدرب المنتخب العنابي يسعى لتقديم كاس عالم افضل من التي قدمها المنتخب القطري في النسخه الماضيه، خصوصا أنها هي الأولى عن طريق التصفيات. صحيح، ولا تنسى أن لوبوتيغي في طريقه لتحقيق حلمه الذي حرم منه في 2018 قبل انطلاقة البطولة مباشرة مع المنتخب الإسباني، والجميع يذكر الواقعة الشهيرة. هو اللي حرم نفسه وليس في الأخير حرم بسبب حرم على ريال مدريد. بس شوف المسيرة، شوف المسيرة. منتخب إسبانيا تحت 17 عام راي كانوا، ريال مدريد كاستيا، إسبانيا مرحلة 19 عام، تحت 20 عام، تحت 21 عام بورتو، منتخب إسبانيا، ريال مدريد، أشبيليا، وولفرهامبتون، ويست هام يونايتد، وحاليا منتخب قطر. حاليا منتخب قطر منذ مايو 2025، يعني بقاله تقريبا سنة بالضبط مع المنتخب. المعترك الأهم اللي خاضوا في هذه الفترة هو قيادة المنتخب للوصول لنهاية كأس العالم، وحقق الهدف كاملا بالتواجد في كأس العالم. الاختبارات الودية بالطبع لا يمكن أن تكون حكما نهائيا على قدرات مدرب. الأدوات المتاحة ليه أدوات جيدة، وهو مدرب جيد، لمساته بتظهر على الفريق، انما هو امام الاختبار الاهم والاصعب. مجموعه ممكن تكون صعبه. شوف عنده مهارات، يعني شوف مهارات، يملك مهارات ان شاء الله تترجم الى مهارات للاعب العنابي باذن الله. ما شاء الله وخبير كره القدم القطريه. وعندي له سؤال صابر، هل تعتقد انه بامكان جوليان لوبوتيغي انه يعبر بمنتخب قطر دور المجموعات؟ طيب باختصار لنا بنروح عندنا مدربين. ممكن طبعا، بنسبه 30%. بيتكوفيتش مدرب مع محاربي الصحراء يا نبيل. أنا نشوفه أكثر من بين أكثر المدربين للمنتخبات العربية اللي قادر أنه يعمل مفاجأة في هذه البطولة. قد يترجم كلامك هو أفضل مدربين العرب. نعم، هو أفضل مدرب للمنتخبات العربية. صحيح. نعم، هذا هو صح. تتفق؟ شوف بدر يعني رايح مع وهبي، هو يقول بيتكوفيتش. أنا أول ما خلاص أنا قال قبل طيب يكمل وبرجع لك. تفضل. بيتكوفيتش أهم شيء أنه لاقي نفسه مرتاح مع المنتخب الجزائري، أثبت أنه تطور مع المنتخب الجزائري، وأداء المنتخب الجزائري في تطور كبير. تجديد عقده قبل المونديال من شأنه أنه يخليه في راحة ليه وللمجموعة. كذلك يملك منتخب
مزيج بين الخبره والطموح، بين خبره محرز وعيسى مندي وبن سبعيني وغيرهم، بين لوكا زيدان اللي تميز بشكل كبير، بين العناصر الموهوبه اللي قادره انها تعمل الفارق في المنتخب الجزائري. جراهام أرلوند مدرب أسود الرافدين كذلك في مهمة ليست سهلة في مجموعة صعبة، لكن يحسب له أنه تجاوز بالمنتخب العراقي مرحلة تصفيات مؤلمة جدا طويلة جدا ماراثونية، لكن خط النار في التصفيات. خط النار، لكن بأسلوب واقعي جدا. عجبني أن المنتخب العراقي يلعب بأسلوب واقعي. وانت لما قلت أنا على دونيس أنه مدرب لا يتفلسف، أنت محتاج في كثير من المرات أن يكون عندك الربان الفني يضبط عقارب تفكيره التكتيكي على مستويات لاعبيه، لا يجيب أسلوب لاعب لا يتطابق مع لاعبيه. فالأسلوب اللي وضعه أرنولد المدرب الأسترالي اللي وضعه للمنتخب العراقي أسلوب رائع جدا، ممكن أنه يعطي للعراق فرصة حتى لو كان المنتخب أسود الرافدين متواجد في مجموعة يعلم بها الله سبحانه وتعالى. جواب سؤال وجواب بكل اختصار. أصعب مهمة لمدرب من منتخباتنا العربية؟ أرنولد. هو اللي في نعم أرنولد. أصعب مهمة أرنولد طبعا لا خلاف. الكل أرنولد. أخيرا اتفقوا. يكون السؤال المباشر: زيادة عدد المنتخبات 48 هل سيؤثر على جودة ومتعة ومنافسة المنتخبات في هذا المونديال؟ أنا أتكلم؟ أي نعم. شوف توسعة شوف أنا لأنك تطالع صابر وتكلمني. أنت بالقلب وصابر بالقلب. تفضل يلا، عندنا وقت من وقتك ترى هذا مساعد. يلا. توسعة كأس العالم بهذه الطريقة إهدار لأشياء كثيرة في كرة القدم، منها والشيء اللي زاد عليها أنها أقيمت في الثلاث مدن اللي هي في أمريكا الجنوبية، أمريكا الوسطى وأمريكا الشمالية، والمسافات اللي صارت. نعم. يعني ضد هذه الآن صارت الجغرافيا وصحة عدد المنتخبات وتفكير المدربين، عدد المنتخبات والجماهير. أنا قصدي في عدد المنتخبات أنت توسعت كرة القدم بدرجة مزعجة. ممتاز. صابر، أول ما سمعت بالقرار إنه هتبقى 48 منتخب أنا قلت يعني تعبير قد يكون قاسي جدا، قلت هتبقى دورة رمضانية مش هيبقى كأس عالم. ده انطباعي الدرجة يا صابر. لا انطباعي، خليني أكمل لك. تفضل يلا تفضل. ده كان انطباعي الأول، بس الحق والعدل والمنطق بيفرضوا عليا ان انا اتريث لما اشوف المنافسات. بس انا كمان ليه بقول ان هي هتبقى صعبه جدا 48 منتخب؟ انا الاول 32 منتخب كان اقصى مباراه ممكن تشوفها بين التصنيف الاول والتصنيف ال40 مثلا. ممتاز. دلوقتي انت بتلاعب ممكن تلعب التصنيف ال90 بيلاعب التصنيف الاول، فبتبقى المستويات مختلفه جدا. نعم. بدر، ترى ماذا كان سيقول صابر لو انه كاس العالم ب 64 منتخب؟ ممكن تحصل، حينهار، ممكن تحصل. مع وضد سينهار باختصار لأن ما عندي وقت. هو 48 منتخب في كل الأحوال يضيع جهد ويعطي جهد إضافي للقوة التقليدية اللي تنافس على كأس العالم. هذا صحيح. يزيدهم مباراة، لأن عندنا 9 مباريات لهم. نعم. لكن في المقابل هو في يحقق نوع من العدالة، أنه يحقق حلم بعض المنتخبات الصغيرة اللي ربما تمضي 50 سنة وتنتظر. نبيل، أنا بصراحة مع هذا لأن هي اسمها كأس عالم، عالم كله وليس كأس نخبة. صراحة أنا شايف أنها كأس عالم، فضرورة أنه 48 منتخب يعني تعطي فرصة لمنتخبات كانت تحلم في يوم من الأيام أنها تكون موجودة في كأس العالم في هذا الحدث الرياضي الكبير. جميل. يعني في معه وفي ضد. أنت الجهة اليمنى دائما معه. هذه الجهة تبنت موقف من البداية. هذول معارضين. لا يعني هم ما عندهم موقف. لا معارضين، مش ما عندهم موقف، هم معارضين. لا أصاب. لا بس اتهامي مساعد. بس يعني انا خلينا مساعد بس دقيقة. أنت اتهمتني. إيه؟ لا والله حسيب والله حسيب كل والله حسيب. احنا نشوف ردة فعل المشاهدين وخاصة في قوانين كرة القدم. ممتاز. حتى بالنسبة للمشاهدين. العد التنازلي لكأس العالم فيفا 2026 حفل لهذا العد التنازلي في كل ما نتابع من كأس العالم. حفل العد التنازلي لكأس العالم فيفا 3 مدن، حفل واحد، عالم يتحد في حب كرة القدم والموسيقى. في 11 من يونيو انضموا إلينا في احتفال فريد
من نوعه يجمع بين الموسيقى وكرة القدم مع هذا الحفل المباشر المتزامن في مكسيكو سيتي وتورنتو ولوس أنجلوس، احتفالا بانطلاق كأس العالم فيفا 2026. يحيي الحفل نخبة من الفنانين العالميين والمواهب الصاعدة، بالإضافة إلى مشاركة ضيوف مميزين، لتستمتعوا ببداية مثالية لأعظم حدث رياضي. سينطلق الحفل في 4 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. وصلنا معكم للختام. شكرا بدر الدين الدريسي، شكرا نبيل تليلي.